السلام عليكم. من أكذب الروايات التاريخية ما جاء بأن الشيطان تمثل للمشركين على هيئة رجل نجدي عندما اجتمعوا للتخطيط لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بأن أهل تلك النواحي لا يعرفون أهل تهامة عز المعرفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس منهم، فلا يميلون إليه ولا يعتبرونه من أقوامهم، وكل ذلك كذب محض من عدة وجوه، ومنها فالواقدي هو من روى القصة في تاريخه، وهو مصدرها الوحيد، متهم بالكذب والتدليس، بل إن أهل تهامة والحجاز أعرف الناس بأهل نجد منذ العصر الجاهلي، وأعظم دليل على ذلك أن مكة ونواحيها كانت تستورد الحنطة النجدية من اليمامة، ولهذا بعد أن أسلم ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة منع تصدير الميرة إلى مكة كنوع من الحصار الاقتصادي. أيضا كانت بعض أودية القنفذة السعودية، وهي مدينة سعودية جنوبي غربي المملكة العربية السعودية الآن، من منازل أقوام يقال لهم بنو يربوع والعنبر من تميم، كما جاء عند البكري في معجم ما استعجم. أما الدليل القاطع على تهافت تلك الرواية ما جاء بأن خديجة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كان لها ولد اسمه هند من زوج لها سابق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هو أبي هالة التميمي، وقد تربى هند هذا في كنف النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح ربيبه كأحد أبنائه من غير صلبه، واشتهر بأن أعظم وأدق وصف للنبي عليه الصلاة والسلام ما وصفه به ربيبه هند. دمتم بخير.